السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلبة تالتة إعدادي، وحشتوني جدا 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 يا حبايبي. يا رب تكون أجازة خفيفة قضيت فيها ولعبت وهزرت وسافرت وصيفت وعملت كل اللي أنت نفسك فيه. خلاص بقى نخش للجد. السنة دي شهادة تالتة، الدلع اللي كان بيحصل في أولى وتانية ده خلاص خلص. السنة دي بقى شهادة، عايزين كده نسترجل ونذاكر ونهم، وإن شاء الله ربنا يكرمنا في الآخر. يا رب يا حبايبي أشوفكم أحسن حاجة في الدنيا يا رب. طيب هنعمل ايه، او النهارده محتوى الحصه بتاعنا في العموم لحد ان شاء الله اخر السنه هيبقى عامل ازاي؟ انا حصتي بتبقى عباره عن جزئين. الجزء الاولاني هو جزء الشرح، والجزء الثاني هو جزء الحل، بحللك فيه الكلام بتاع الدرس اللي موجود جوه كتاب الوزاره. طب هل انا بسيبك هنا لحد هنا؟ لا طبعا، هقول لك في اخر الفيديو. اما يجي اخر الفيديو عشان ما اطولش عليك في البدايه وتسمع الشرح هقول لك احنا بنعمل ايه. بس انا محضر لك مفاجآت وحاجات جميله جدا جدا. يلا حبايبي يلا نبدا، وقبل ما نبدا نقول دعانا الجميل: اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ الملائكه المرسلين، وان تجعل السنتنا عامره بذكرك وقلوبنا بخشيتك واصرارنا بطاعتك، انك على كل شيء قدير، انت حسبنا ونعم الوكيل. نسمي الله بسم الله. تعالى بقى كده اما اسالك سؤال: هو انا لو قلت لك انا دلوقتي في الحاله اللي انا واقف فيها دي انا عباره عن ايه، او انا عامل ازاي؟ هتقولي والله يا مستر حضرتك واقف في مكانك، بس انا مش عايزك تديني وصفه اكتر من كده. حضرتك واقف في مكانك، واقف في مكانك. انما لو انا قلت لك انا جاي لك اهو، انا همشي كده اهو، انا همشي كده اهو، انا هرجع ورا، انا هاجي يمين، انا دلوقتي بالنسبه لك جوه الشاشه ايه اللي بيحصل لي؟ هتقولي والله حضرتك عمال تتحرك. اقف، هو ده عنوان الدرس وده بدايه الدرس بتاعنا النهارده. ان انا دلوقتي كنت واقف ساكن مش بتحرك، انما لما انتقلت من مكان للتاني وجيت يمين وجيت شمال ورجعت لورا وطلعت لقدام بقيت في حالة ايه؟ حالة حركة. فلما اجي اسألك تعريف الحركة هي عبارة عن ايه؟ تقول لي هو انتقال او تغير موضع الجسم من مكان لآخر. تاني الحركة عبارة عن ايه؟ هو انتقال او تغير موضع الجسم من مكان لآخر. وكتابك راح قال حتة في الاخر كده بالنسبة للجسم ساكن، هقولها لك وهفهمها لك هو قالها ليه، ووصف لك الحركه هي ليه بالنسبه لجسم ساكن. بس انا عايزك تفهم هي الحركه عباره عن ايه. والله انت كنت واقف في مكانك فانت ساكن مش بتتحرك، انما لما جيت يمين وجيت شمال وقربت على الكاميرا انت كده بقيت بتتحرك. اصل حضرتك اتمشيت من المكان اللي انت واقف فيه رحت حته تاني، فبسميها ان الانتقال او تغير الموضع من مكان الى اخر هو تعريف الحركه. وزي ما انت عارف اللي احنا مش هنقف لحد هنا، واكيد هنقول لك انواع الحركه هي ايه. الحركه عندنا يا حبايبي نوعين، مش هقول لك منه غير نوع واحد وده اللي موجود علينا السنه دي في المنهج بتاعنا. هي الحركه الانتقاليه. يعني ايه يا مستر الحركه الانتقاليه؟ قال لك الحركه الانتقاليه هي تعتبر ابسط انواع الحركه، وهي الجسم فيها بيتحرك في اتجاه واحد بس، للامام والى الخلف. تاني اول نوع من عندي او النوع اللي عندنا في المنهج اللي هنتكلم عليه هو اسمه الحركه الانتقاليه. والحركه الانتقاليه من ضمنها الحركه في اتجاه واحد، ده بيعتبر ابسط انواع الحركه. طب يا مستر يعني ايه الحركه في اتجاه واحد؟ قال لك انك تطلع لقدام وانك ترجع لورا، تطلع لقدام وانك ترجع لورا. هل سكت لحد كده؟ قال لك لا، انك تطلع لقدام وترجع لورا في مسارات ثابته او متعرجه. المهم اللي انا عندي بطلع لقدام وبرجع لورا. يبقى تاني الحركه الانتقاليه من امثلتها الحركه في اتجاه واحد اللي تعتبر ابسط انواع الحركه. هي عباره عن ايه؟ قال لك هي عباره عن الحركه من الامام الى الخلف، من قدام لورا، في اما في مسارات مستقيمه او مسارات متعرجه. يبقى ابتدينا تعرفنا يا حبايبي يعني ايه الحركه. قال لك الحركه هي تغير موضع جسم بالنسبه لموضع جسم اخر ثابت. انا بس كل اللي عايزه من كلمه الحركه هو عباره عن انتقال او تغير موضع مين؟ موضع الجسم. ده اللي يهمني في تعريف الحركه، انك تعرف ان الحركه هو ان موضع الجسم اتغير. قلت لك هفهمك يعني ايه دي بعد شويه. وبعد كده راح قال لك ان الحركه في اتجاه واحد او الحركه الانتقاليه هي ابسط انواع الحركه. فلك اللي بيتحرك فيها الجسم في مسار واحد، ويا اما يكون المسار ده مستقيم او المسار ده منحني او الاثنين مع بعض.
وبتعتبر الحركه في اتجاه واحد او في اتجاه خط مستقيم هي ابسط انواع الحركه. الكلام اللي انا قلته لك بس بيعيده لك تاني على الباور. ادي هو الراجل راكب العجله هيمشي يا اما لقدام يا اما هيرجع لورا، بسمي الحركه دي هي الحركه في اتجاه واحد. الحركه فين؟ في اتجاه واحد. طيب طبعا اشهر امثله زي حركه المترو، زي حركه القطر، العربيه وهي ماشيه رايحه طريق هي مش دايما ماشيه لقدام، ممكن تلف يمين او تلف شمال، بس هي في الاساس ماشيه في اتجاه او ماشيه في اتجاه واحد. فبيقول لك من امثلتها حركه المترو وحركه القطار. فراح قال لك ليه يعتبر حركه القطار من امثله حركه الاتجاه الواحد؟ قال لك من غير ما بص، قلت لك هي الحركه بتاعت اتجاه واحد يعني ايه؟ قال لي اني بطلع لقدام وبرجع لورا، بطلع لقدام وبرجع لورا، يا اما مسار مستقيم يا اما مسار متعرج. فراح قال لك القطار بيتحرك للامام او للخلف في مسار مستقيم او منحني او الاثنين مع بعض. طيب تعالى بقى كده ركز معايا. انا يا معلم هاجي لك لحد بيتك، هاجي لك لحد بيتك. تعالى نفرض ان انا جيت لك لحد بيتك وانت نزلت تقابلني، مش هجيب لك كوبايه شاي ياض ولا ايه؟ اما نشوف اما اجي لك هنعمل ايه. طبعا انا مش جاي عشان خاطر كده دردش معاك ونلعب ونهزر، انا من هنا جاي اعلمك. فانت يا معلم هتنزل دلوقتي تحت بيتك، بقول لك ايه، ما تيجي يلا بينا نعمل سباق. نعمل سباق يا مستر؟ هنعمل سباق. طب هو السباق هيبقى عباره عن ايه؟ هقول لك اللي احنا هنجري من تحت بيتك لحد اخر الشارع، وتعالى نشوف مين فينا اللي هيكسب. طبعا بلا نقاش انت اللي هتكسب. هو انت فاكر ان انا هقدر اجري الشارع كله واوصل لك؟ يا ابني انا صحتي على قد مش هقدر. فطبعا لما نخش سباق انا وانت يا معلم، انت الله اكبر لسه صغير لسه في اعدادي صحتك بوم الله اكبر ما شاء الله، فهتجري من حد تحت بيتك لحد اخر شارعك، فانت طبعا اللي هتكسب. طب ركز معايا بقى كده، وانا لو جيت سالتك انت كسبتني ليه؟ هتروح قايل لي والله يا مستر انا كسبت حضرتك عشان انا اسرع منك. ستوب، نقف كده دقيقه ثواني. كسبتني ليه؟ هتقول لي انا كسبت حضرتك عشان انا والله اسرع منك. يبقى انت كسبتني عشان انت اسرع مني، اللي هي السرعه. وده محتوى الدرس كله بتاعنا النهارده، هنتكلم عن السرعه وانواعها وكل تفاصيلها وهتفهم كل حاجه معايا. يبقى انا دلوقتي لما اسالك انت كسبتني في السباق ليه؟ هتقول لي عشان لما جرينا من تحت بيتي لحد اخر الشارع انا كنت اسرع من حضرتك. طب لما اجي اسالك سؤال تاني، هو اشمعنى انت كنت اسرع مني؟ هتقول لي والله يا مستر اصلي انا مشيت من عند بيتي او جريت من تحت بيتي لحد اخر الشارع في وقت اقل منك. اقف كده، احنا الاتنين جرينا الشارع واحنا الاتنين جرينا الشارع كله، بس انت جريت الشارع كله في وقت ايه؟ اقل مني، فعشان كده انت كسبتني وكنت اسرع مني. تاني، احنا جرينا منين؟ من بيتك لحد اخر الشارع، يعني جرينا الشارع بتاعك كله. طب هو مش الشارع ده يعتبر مسافة من عند البيت لحد اخر شارع؟ تقول لي يا مستر مسافة طبعا. يبقى احنا جرينا مسافة اللي هي ما بين قوسين يعني الشارع بتاعك. وحشة اللي هي ما بين قوسين ايه؟ الشارع. طب انا بقول لك انت جريت ليه؟ غير بس اللون عشان نكسر الايه الدرجة. طيب نرجع تاني للون الاحمر. والله يا مستر انا خلصت الشارع في وقت اقل منك. يعني احنا جرينا مسافة في وقت معين. يبقى تاني عامل على السرعة هو الوقت. صل بقى على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى انا لما بسألك هو انت كنت اسرع مني ليه؟ هتقول لي والله يا مستر عشان انا جريت الشارع كله اللي هو يعتبر مسافة في وقت اقل منك اللي هو يعتبر زمن، ما بين قوسين ده طبعا الزمن.
ومن هنا عرفنا العوامل اللي بتتوقف عليها السرعة. عشان أوصف أو عشان أحدد سرعة أي جسم خلقه ربنا في الدنيا لازم أعرف هو الجسم ده مشي مسافة قد إيه. طبعا أعرف هو مشي شارع، مشي كيلو، مشي ميل، واعرف هو مشي المسافة دي كلها في وقت قد ايه. فلما اعرف هو مشيها في وقت قد ايه ساعتها اقدر احدد سرعته. يبقى مين العوامل اللي بتتوقف عليها السرعة؟ العوامل اللي تتوقف عليها السرعة هي المسافة والزمن. فانا اقدر احدد سرعة الحاجة اللي قصادي دي واعرف هي سريعة ولا لا لما اعرف هي خدت مسافة قد ايه في وقت قد ايه. طيب جميل، يبقى انا اعرف اجيب تعريف السرعة يا مستر. استنى عليها دلوقتي لحد ما نجيلها. طب والله يا مستر المسافة اللي عندي انا ممكن اقيسها بوحدة القياس ايه؟ والله انا ممكن اقول لك ان الشارع ده مثلا ممكن يكون 10 متر، ممكن يكون 10 كيلو. هو في سنتي بس احنا طبعا مش هنقيس المسافة قوي بالسنتي ومش بنستخدمها كتير، فانا اللي هقوله لك الكيلو والمتر بس لازم نحط السنتي معانا. يبقى المسافة دي والله يا اما تكون بالمتر يا اما تكون بالكيلو متر. طب الزمن ممكن اقول ان انا خلصت الشارع ده كله في 5 ثواني، ممكن اقول ان انا خلصته في دقيقة، ممكن اقول لك ان انا خلصته في ساعة، ساعتين. يعني انا هنا عندي الزمن وحدات قياسه 3 حاجات، يا اما تكون الساعة يا اما تكون دقيقة يا اما بتكون ثانية. يبقى تاني اول حاجة قلت لك احنا جرينا احنا الاثنين المسافه بتاعت الشارع او جرينا الشارع، فانا قلت لك انت كنت اسرع مني ليه؟ اصل انا يا مستر جريت الشارع كله اللي هو المسافه في وقت اقل منك. فعرفنا ان السرعه العامل اللي بيحددها هي المسافه والزمن. بعد كده خدنا وحدات القياس بتاعت المسافه والزمن. المسافه عندي بقيسها بوحده قياس يا اما المتر يا اما الكيلو. طب والزمن بقيسه يا اما بالساعه او الدقيقه او الثانيه. طيب جميل قوي 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 قوي. يعني انا يا مستر اعرف اجيب تعريف السرعه واعرف اجيب قانون يحدد لي السرعه؟ ايوه، من العلاقه اللي فوق اللي احنا عرفناها فوق دي ان السرعه هي المسافه اللي بيقطعها الجسم في وقت او زمن معين، اعرف اطلع منها قانون عشان بقى هنحل مسائل وهنتشقلب مع بعضنا دلوقتي. فالسرعه بتساوي المسافة على الزمن، اللي هي يعني بالعربي حاصل قسمة المسافة على الزمن. يبقى السرعة بتساوي مسافة على زمن. عايز بس اقول لك حاجة وكلام عرفته السنة اللي فاتت، اللي احنا دايما في المسائل بتاعة الجزء اللي يخص الفيزياء وهكذا مش بنقوله باسمه، يعني مش بنقول السرعة والمسافة والزمن، بنحاول نجيب اختصارات او رموز تختصر لنا الموضوع ده. فكان اختصار السرعة عين، بنختصرها بالرمز عين، والمسافة بنختصرها بالرمز ف، والزمن بنختصره بالرمز زين. يبقى السرعة بالعين والمسافة بالف والزمن بالزين. طبعا هو احنا بنقول الفه فاء في اللغة العربية ودي ما اسمهاش كده، اسمها زاي. ما علينا، مش هقعد اديك درس عربي بس احنا عشان نمشي يعني الامور مع بعضنا، احنا حباب في بعض وكده، عشان بس ايه نعرف نتعامل عين فه زين على طول. طيب وحدة قياس السرعة، احنا عرفنا وحدة قياس المسافة يا اما متر يا اما كيلو. طب وحدة قياس الزمن يا اما ساعة يا اما دقيقة. طب الاول تعالى نجيب تعريف السرعة. يعني السرعة هي المسافة اللي بيقطعها الجسم في زمن معين اللي هو اقدر اقول عليه مثلا ثانية. يبقى تعالى يا معلم نكتب تعريف السرعة عندي. السرعة هي عبارة عن ايه؟ السرعة هي عبارة عن المسافة التي يقطعها الجسم خلال زمن قدره ثانية. يبقى تعريف السرعة هي المسافة التي يقطعها الجسم خلال زمن قدره ثانية. في تعريف تاني أنا مش بحب أقوله بس أنت لازم تعرفه، بيقول لك إن السرعة هي بسم الله هي المعدل
الزمني، المعدل الزمني لقطع مسافة معينة. يبقى هي المعدل الزمني لقطع مسافة معينة. طبعا التعريف الأكتر اللي انت كده كده ان شاء الله لو جالك اكتب المصطلح العلمي في الامتحان هتكتبه، لأن السرعة هي المسافة التي يقطعها الجسم خلال زمن قدره ثانية. إنما لو جات لك قول لي التعريف أو ما المقصود بيه المعدل الزمني عشان أقطع مسافة معينة، طالما شفت المعدل الزمني لقطع مسافة يبقى على طول ده تعريف السرعة. يبقى أول حاجة اتفقنا السرعة بتساوي إيه؟ السرعة بتساوي المسافة على الزمن. السرعة بتساوي المسافة على الزمن. السرعة بتساوي المسافة على الزمن. السرعة برمز لها بعين. عين، شايفين حرف العين اللي فيها ده؟ احنا خدناه ورمزنا لها بالعين. طب المسافة خدنا، تعال نغير اللون بقى عشان ايه؟ طب المسافة خدنا حرف الف فرمزنا لها بالف، والزمن خدنا حرف الزاي فرمزنا لها بالزاي. يبقى انت دلوقتي السرعة هي عين، والمسافة هي ف، والزمن هو الزاي. يبقى السرعة بتساوي مسافة على زمن، يعني اقدر اقول لك ان العين بتساوي ف على زي. طيب تعريف السرعة هي ايه يا مستر؟ هي المسافة التي يقطعها الجسم خلال زمن قدره ثانية، او هي المعدل الزمني لقطع مسافة معينة. حتة بقى عايزك تركز معايا فيها، وهي دي من اكتر الحاجات او الاجزاء اللي بتلخبطوا. كنت قلتها في الكورس التأسيسي وقلت اللي انا مش هعيدها، بس ما علينا، يلا يا معلم هعيدها. وحدات القياس اللي دايما عاملة أزمة للناس كلها، وحدات القياس ورخامتها، وانك تعرف تحول. هو انا ازاي احول من الكيلو للمتر يا مستر؟ ازاي احول من الدقيقه للثانيه؟ طب ازاي احول من الساعه للثانيه؟ وكل الحاجات والمشاكل اللي بتحصل لك في التحويلات ان شاء الله دلوقتي معايا مش هتلاقي فيها اي صعوبه. تركز معايا، هرسم لك 3 مخططات هتحفظهم زي اسمك، وتركز في الطريقه اللي انا بقول لك فيها. انت دلوقتي قاعد مع اختك الصغيره، مين فيكم الكبير؟ طبعا حضرتك. لو هي قامت بس فكرت انها تنكشك كده او تضايقك، او يا معلم تشيل فيشه النت وانت قاعد على الموبايل، يا لهوي يا نهار ابيض، دي كده طبعا ايه؟ اجرمت، عملت جريمه عظمى في البيت. حضرتك هتقوم تجري وراها، تمسكها، تنفخها، تديها علقه موت، عشان انت طبعا الكبير القوي. انما يا عيني هي الصغيره اللي منكسره اللي حد ما تقدرش تعمل حاجه، فانت هتمسكها هتنفخها. يبقى انت كبير، فعشان انت كبير مسكتها ضربتها عجنتها ضرب. طيب تعالى نعكس الموضوع، ان هي اللي قاعده في امان الله وانت قمت نكشتها، خليتها قاعده، رحت قمت مسكت شعرها شديته. هل هي طبعا تقدر تقوم تضربك زي ما انت ضربتها؟ مستحيل، مفيش منه. مش عشان احنا يعني راجل والشغل، لا، عشان انت اكبر منها ويعني مش هتعرف تعمل معاك حاجه. هي كل اللي اخرها انها تعمله انها تخليك وانت واقف تروح بيو مدياك مقص وتطلع تجري. ده كل اللي تقدر تعمله. هل هي تعرف تعمل اكتر من كده؟ لا، اخرها. يبقى عشان هي الصغيره وانت الكبير فما عرفتش تضربك، امال هي كل اللي عملته ايه؟ ادتني نص او ضربتني بالشلوت في رجلي، قسمتني يعني وطلعت تجري. كل اللي عايز احكي لك من القصه التعبانه اللي انا عمال احكيها دي، ان لما احول من الكبير القوي للصغير بضرب، انما لما احول من الصغير الضعيف للكبير اخره يدي مقص يقسم تاني. لما احول من الكبير القوي للصغير الضعيف يمسكه يضرب عادي. انما لما اجي احول من الصغير الضعيف للكبير اللي هو القوي، كل اللي اخره ان هو يديله مقص ويطلع يجري، يعني بتقسم. يبقى انا عشان احول من الكبير للصغير بعمل ايه؟ ضرب. انما عشان الصغير المنكسر الضعيف اللي ما يقدرش يعمل حاجه، اللي اخره يديني مقص ويطلع يجري، يديني مقص يعني بقسم، قسمه. يبقى عشان احول من الكبير للصغير بضرب، انما من الصغير للكبير بقسم. طيب تعالوا بقى ناخد وحدات القياس ونفهم الدنيا ماشيه ازاي. نتكلم وحده قياس وحده علينا في المنهج، او الجزء اللي يخصنا دلوقتي في المنهج.
اللي هي مين؟ السرعه. تعالوا نبدا. اول حاجه اتفقنا ان السرعه اللي هي ع بتساوي مين؟ ف على ز. السرعه بتساوي المسافه على الزمن. تعالوا نتكلم الاول عن المسافه، وتعالوا نتكلم بعد كده على الزمن، واخر حاجه خالص هنتكلم عليها وهي السرعه. بسم الله. تعالوا نبدا. المسافه. المسافه يا حبيبي ليها 3 وحدات قياس، هم دول اللي عايزك تعرفهم. احنا اصلا مش هنستخدم منهم غير 2 في مسائلنا بتاعه السرعه، بس انا هقولها لك عشان تبقى عارفها. المسافه عندي يا اما بتكون بالكيلو متر، ودي اللي مرموز لها عندي بكاف ميم. برمز لها، استنى هي ايه البتاع اصلا مش هتيجي معانا لانها ضيقه شويه. تعالوا نمسح الخط ده. نعمل ايه؟ نعمله. انا بحب الحاجات دي قوي. معلش استحملني والله العظيم هتستفاد. يلا تعال نخش على المسافه. بسم الله. اول وحده قياس عندي هي الكيلو متر. وحشه قوي يعني، ما علينا. برمز لها اختصار كاف ميم. تاني حاجه عندي هي المتر، بديها رمز ميم. واخر حاجه عندي هي السنتيمتر. وبرمز له بالرمز س ميم، سم يعني. طيب اتفقنا. عشان احول من الكبير للصغير، من الكبير القوي للصغير الضعيف، بضرب. يبقى انا عشان احول من الكيلو للمتر بضرب في كام بقى يا مستر؟ دي وظيفتك انت بقى يا صاحبي. انا هديك الرقم وفهمتك وسهلت لك ازاي تحول. انا مش عايز منك غير انك تتعب في حفظها. هي ايه اللي هحفظها؟ الارقام بتاعت ازاي احول من الكيلو للمتر ومن المتر للسنتي. انا سهلت لك جزء كبير كان بيدور في دماغك، وانا دلوقتي هضرب ولا اقسم اصلا؟ يا لا ولا مش عارف. انا سهلتها لك والدنيا بقت لذيذه. من الكبير القوي للصغير بضرب، من الصغير الضعيف يعني المنكسر للكبير اللي عندي بديله مقص بقسم. انا اللي طالبه منك حاجه واحده، انك تحفظ الارقام عشان خاطري يا حبيبي. معلش، تالتة اعدادي وشهاده، ولازم نبقى جد ولازم نبقى رجاله وقدها، فانت لازم تحفظ. طب عشان احول من الكيلو للمتر بضرب في كام؟ قال لك بضرب في 1000. طب تعالى عشان نحول من المتر للسنتي، اتفقنا المتر هي الكبير والسنتي هي الصغير، فبعمل ايه؟ بضرب. الرقم اللي هيتكتب لازم انت تحفظه. طب عشان احول من المتر للسنتي بضرب في كام؟ بضرب في 100. يبقى من الكيلو للمتر هضرب في 1000، من المتر للسنتي هضرب في 100. طب تعالى نعكس ونقول ان انا هطلع من السنتي للمتر، من الصغير للكبير. الصغير الضعيف اللي هيدي مقص ويطلع يجري، يبقى ده هيعمل ايه؟ هيقسم. طب هقسم على كام؟ طب هقسم على كام يا مستر؟ هو الرقم ده اللي جوه هتحفظه. يعني انت ما بين المتر والسنتي 100 تحفظه زي اسمك، ما بين الكيلو والمتر 1000 تحفظه زي اسمك. الباقي انا سهلته لك وفهمته لك. من الكبير للصغير، القوي للضعيف اديله بالجزمه، انما من الصغير للكبير بقسم. خلاص؟ مش عايز اقعد اعيدها، انا عمال اعيدها كتير، انا عارف عمال اعيدها كتير بس عشان تثبت في دماغك وما تنساهاش خالص. طيب من المتر للكيلو، والله يا مستر المتر ده عندي هو الصغير الضعيف المنكسر، اخره يدي مقص ويطلع يجري. يبقى هنعمل ايه؟ هنقسم. طب هنقسم في كام؟ خلاص اتفقنا ان الرقم اللي هيتكتب في الحته دي هو حفظ زي اسمك. ما بين الكيلو والمتر 1000، والمتر والسنتي 100. طيب كده دي وحدات القياس بتاعه المسافه. تعالوا نخش على وحدات القياس بتاعه الزمن. الزمن عندي ليه 3 وحدات قياس، يا اما ساعه، يا اما دقيقة، يا إما ثانية.
يا اما ساعه يا اما دقيقه يا اما ثانيه. الدقيقه بنرمز لها بالرمز د، والثانيه بنرمز لها بالرمز ث. طب هل الساعه ليها رمز؟ لا، بيكتبها ساعه زي ما هي. طيب اتفقنا اللي انا سهلت لك التحويلات. مين اكبر حاجه؟ الساعه. طب انا عايز احول، دايما بص اللي بكتبه لك فوق ده هو اكبر حاجه، ماشي؟ انا ماشيها معاك بالترتيب ده. طيب انا هحول يا مستر من الساعه للدقيقه، من الكبير القوي للصغير اللي هو الضعيف، يبقى هعمل ايه؟ هضرب في كام؟ اتفقنا الرقم اللي جوه مجهودك لازم تحفظه. قال لك هضرب في 60. طب يا مستر عايز احول من الدقيقة للثانية، الدقيقة هي الكبيرة القوية، الثانية هي الصغيرة الضعيفة، يبقى هتعمل فيها ايه؟ هتضربها، يبقى هضرب. طب هضرب في كام يا مستر؟ الرقم اللي جوه هتحفظه. قال لك هضرب في 60. ايه ده؟ ده زي بعض، الحمد لله. هي سهلتها عليك اهي، طلعت سهلة، طلعوا الرقمين زي بعض، مش محتاج مجهود، خلاص الحمد لله. نقول الحمد لله رب العالمين، ليه نزعل؟ الحمد لله طلعوا زي بعض، نحفظهم زي اسمنا. يبقى انا عشان احول من الساعه للدقيقه، الساعه هي الكبيره هضرب. طب من الدقيقه للثانيه، الدقيقه هي الكبيره هضرب. طب هضرب في كام يا مستر؟ قال لك ما بين الساعه والدقيقه 60، وما بين الدقيقه والثانيه برضه 60. طب تعالى نعكس، من الثانيه للدقيقه، الثانيه هي الصغيره من كسره يا عيني، هتطلع للدقيقه هي الكبيره. طب عشان اعمل كده اخرها تدي مقص وتطلع تجري، يبقى هقسم. طب هقسم على كام يا مستر؟ اتفقنا الرقم اللي موجود في النص ده اللي هو 60. طب من الدقيقة للساعة، عشان احول من الدقيقة للساعة اعمل ايه يا مستر؟ الدقيقة هي الصغيرة والساعة هي الكبيرة، من الصغير خالص الضعيف للكبير بيدي مقص ويطلع يجري، يبقى برضه هقسم. طب هقسم على كام يا مستر؟ على 60، الرقم اللي موجود في النص ده انت لازم تحفظه. وبكده نكون خلصنا وحدة قياس الزمن. وحدة قياس السرعة هي عملت كده ليه؟ هي ليه اتكتبت كده؟ وحدة قياس السرعة، تعالوا نكتبها عشان هي زعلانة، نكتبها لوحدها. وحدة قياس السرعة. أنا ما قلتهاش من ساعة ما بدأت، أنا اديتك إن السرعة هي مسافة على زمن، السرعة عين فيها على زين، وعمال أقول لك في القانون وأودي. أنا مش عايز أخش في مسائل، ولا عايز أديك أفكار، ولا عايز أديك أي حاجة غير لما أثبت لك المعلومات الأساسية، عشان لما نيجي نحل إن شاء الله الدنيا تبقى سهلة، الدنيا تبقى لذيذة، ما يبقاش في أي حاجة رخمة معانا. طيب السرعه بقى يا مستر وحدات قياسها ايه؟ بص يا حبيبي، السرعه ليها وحدتين قياس هتحفظهم زي اسمك، ما تسالش جم ازاي ولا جم منين، احفظهم زي اسمك. بس انا هفهمك هما جم ازاي، بس انا عارف دماغك ممكن تقول ايه؟ هو اشمعنى دي مع دي؟ طب اشمعنى دي مش مع دي؟ انت مالك؟ انت مالك؟ هي دي بس هقول لك هما شكلهم كده جم منين، انما دي اشمعنى دي مع دي؟ هما بيحبوا بعض يا عم، ما مش احسن. المهم يعني تعال نشوف حوار السرعه ده. وحدتين قياس بس لازم تحفظهم، هما مين بقى؟ بسم الله. قال لك متر، يا وحشه، متر لكل ثانيه. ادي اول وحده قياس واكتر واحده هتشوفها، هي اشهر واحده، متر لكل ثانيه. يعني ايه يا مستر الشرطه اللي انت كتبتها دي؟ دي اختصار لعلامه على. نط كده على القانون. هو مش احنا يا صاحبي قلنا ان السرعه بتساوي المسافه على الزمن؟ طب ما المسافه من وحدات قياسها المتر، صح؟ فهو شال المسافة وراح حط وحدة القياس اللي هي متر على. طب ما هو الزمن من وحدات قياسه الثانية، راح شال الزين وحط عادي ثانية. انت بقى تقول لي اشمعنى يا مستر دي مع دي؟ انت مالك؟ هما بيحبوا بعض يا عم، المتر بتحب الثانية فجت معاه، انت مالك؟ فانا بقول لك القانون ده جه ازاي وشكله جه منين ووحدة القياس دي كانت ازاي. متر لكل ثانية، يعني متر على الثانية جت من المسافة على الزمن، أصل المسافة وحدة قياسها متر والزمن وحدة قياسه الثانية. طيب خلاص؟ الوحدة الثانية هي وحدة كيلو متر لكل ساعة. نفس الفكرة، إن مش المسافة من وحدات قياسها كيلو، راح شال فيها وحط كيلو. طب مش الزمن من وحدات قياسه الساعة، شال الزين وحط الساعة اللي هي الزمن يعني، فجت من هنا وحدة القياس. طبعا حضرتك في الامتحان هتشوفها يا اما بالشكل الكلامي ده
او هتشوفها باختصاراتها. قلت لك ان المتر اختصاره م وان الثانيه اختصارها س، فانت ممكن تشوفها في الامتحان متر على كل ثانيه اهي. اكتب لك شكلها التاني اهو، ولا ايه مش عارف، انت ممكن تكون زهايمر، اكتبها لك بالاحمر عشان ايه تبقى مميزه. ادي المتر ممكن تشوفها بالرمز م على الثانيه هتشوفها بالرمز س، ودي الكيلو هتشوفه في الرمز ك م على الساعه بتتكتب ساعه زي ما هي، هتتكتب ساعه زي ما هي مالهاش اختصار. خلاص. يلا بقى الجزء الايه الاخير اللي هو ازاي احولهم من ده لده. قال لك عشان تحول من متر لكيلو او من كيلو لمتر. بص معلش انا بس هنا كتبت اختلاف، ان الكبير كتبته تحت، معلش ركزوا معايا بس في الجزء ده. هي الكيلو على الساعه هي الكبيره، انا كتبتها تحت عشان بس والنبي ما نتجلطش. انا ماشي هنا تمام، الكبير هو اللي بيتكتب لفوق، انا هنا بس اتلخبطت كتبت الكيلو تحت هو الكبير، ماشي، هو الكيلو للساعه هو الكبير. طيب عشان احول من الكيلو لكل ساعه لمتر لكل ثانيه، ده الكبير بتاعنا، من الكبير للصغير بعمل ايه؟ بضرب يا مستر. طب والله لا اعيدها تاني، مش عارف انك ايه ما شاء الله، الله اكبر عليك، هتدخل الدنيا في بعضها مش ناقصه. فتعالى نكتب الترتيب بتاعهم المظبوط. ادي اهو، ادي كيلو متر لكل ساعه، وادي متر لكل ثانيه. اتفقنا ان اختصار الكيلو متر هي ك م، والساعة بتتكتب زي ما هي ما بتتغيرش. المتر اختصاره م والثانية اختصارها س. طيب تعالوا يلا نحول من الكيلو متر لكل ساعة لمتر لكل ثانية. كبير القوي بيضرب للصغير، فعشان احول من الكبير للصغير بعمل ايه؟ بضرب. طب تعالى نقول من المتر لكل ثانية للكيلو متر لكل ساعة. صغير المنكسر اللي اخره يدي مقص ويطلع يجري، يبقى بعمل ايه؟ بقسم. السر الحربي بقى الرقم اللي هيتكتب جوه ايه؟ رقم غريب شويه غير اللي احنا كتبناه، لازم تحفظه. 5 على 18. الرقم ده تحفظه زي اسمك، 5 على 18. 5 على 18 عشان احول من الكيلو متر لكل ساعه على متر لكل ثانيه بضرب في 5 على 18، وعشان اعكس بقسم على 5 على 18. لازم تحفظها زي اسمك. يبقى يا معلم ده كده الجزء بتاع وحدات القياس والتحويلات كلها. اظن ان انا معاك فله فله و100 100 اهو. اتفقنا ان المسافه كيلو متر سنتي، من الكبير للصغير بضرب عشان الكبير هو القوي، انما من الصغير للكبير بقسم عشان الضعيف بيدي مقص ويطلع يجري. الارقام اللي في النص مفيش اوبشن غير انك انت تحفظها، لو ما حفظتهاش هتتسوح. تعالوا نشوف الكلام الجميل ده بقى على الايه؟ على الباور، عشان نخش بقى في المسائل بقى ونرقص ونلعب ونهزر ونقضيها. طب استنى كده ايه قبل ما اخش في الباور اقول لك حاجه كده. بص يا صاحبي، القوانين من ساعه ما اتولدنا لحد ما هنموت يعني بعد الشر، يعني بعد عمر طويل باذن الله، احفظها. اللي احنا دايما بنحبها بطريقه المثلثات، بمعنى اي قانون في الدنيا دايما اعمل له يا صاحبي مثلث. المثلث ده صاحبك وزميلك اللي هيلحقك في وقت الشده، اللي هيخليك في الامتحان وانت قاعد زي الكتكوت المبلول مش عارف تعمل ايه تفتكر القانون. المثلث ده بيتكتب فيه ايه بقى؟ عين بتساوي ف على ز، اللي هي مين؟ السرعه بتساوي المسافه على الزمن. شايف الحته الجميله دي؟ جبناها وحطيناها في صوره مثلث. العين اهو بتساوي الف اهي على الزين اهي. افرق ما بينهم ازاي بقى يا مستر؟ ركز معايا. اللي جنب بعض عايزين لون مختلف خالص خالص خالص. اللي جنب بعض بضرب، واللي تحت بعض بقسم. تاني كده، جنب بعض بضرب، تحت بعض بقسم. يعني ايه؟ هقول لك. لما اقول لك انا عايز، تعالى بقى ايه نقف هنا، شايفني انا هنا اهو. لما اقول لك يا صديقي اللي انا عايز العين، عايز مين؟ العين هتساوي ايه؟ ف على زين. ليه قلت ف على زين؟ عشان خاطر هم تحت بعض، يبقى العين بتساوي ف على زين. طب انا عايز اجيب يا مستر الزين، تحت بعض، يبقى الزين بتساوي ف على عين.
طب انا هبت في دماغي عايز اجيب الف، خبيت الف وعايز اجيبها، هما مش العين والزين جنب بعض يبقى هضرب. يبقى في المثلث دايما خدها قاعده، الاثنين اللي بيبقوا جنب بعض في المثلث دول بضربهم في بعض، انما لو فوق واحد فوق وواحد تحت ده كده بيبقى اسمه. طيب هل في حاجه كمان هقولها لك في الجزئيه دي؟ لا خلاص مفيش اي حاجه تتقال تاني. يلا بينا بقى يا صاحبي نشوف الكلام الجميل ده على الباور عشان بقى نحل ونقضيها ونخربها مسائل مع بعضينا. طيب ادي هنا يا صاحبي بيقول لك ان وصف السرعه هي عباره عن ايه؟ فقال لك هي حركه بتعتمد على عاملين اساسيين. طبعا احنا اتفقنا انا وانت هنجري من البيت لحد اخر الشارع، فالشارع ده هو كان المسافه، انت كسبتني عشان انت كنت اسرع مني اللي هي السرعه. طب عشان انت كنت اسرع مني اللي هي السرعه، اديني قلم بسرعه. طيب عشان حضرتك كنت اسرع مني اللي هي السرعه، سالتك هو انت اسرع مني ليه؟ قلت لي اصل انا يا مستر جريت الشارع اللي هو عباره عن المسافه في وقت اقل منك اللي هو عباره عن الزمن، ومن هنا جبنا قانون السرعه ان السرعه بتساوي المسافه على الزمن. تعريف السرعه هي المسافه اللي بيقطعها الجسم خلال وحده الزمن او ثانيه واحده، هي مفيش اي اختلاف. كلمه وحده الزمن دي هي ثانيه واحده او المعدل الزمني للتغير في المسافه. شفت دي او دي في الامتحان في المصطلح العلمي او ايا يكن اكتب كده او ما المقصود بيه. طيب هو لو سالك على التعريف، انت التعريف الاولاني ده الجميل بتاعنا اللي احنا فاهمينه، المعدل الزمني دي بس عشان لو شفتها في المصطلح العلمي ما تغلطش فيها. طيب هنا طبعا وحدات القياس، تخيل بقى اللي انا كنت عملتها لك بالبزراميطه دي، انت كنت هتبقى صباح الفل تقعد تصور، دي بتاع كتاب الوزاره بتاعتك ودي جزء من كتاب خارجي مشهور جدا اصلا هو اللي بسطها لك بالطريقه دي. طبعا الحمد لله احنا بسطناها على السبوره، مش عايز منك بس انك تركز في الجزئيه دي. طيب انت زعلانه ولا ايه؟ اديني في المسائل. بص بقى على الطريقه اللي انا بحل بيها دي، عشان باذن المولى عز وجل لو حفظتها اضمن لك ان مفيش ولا سؤال وانا عارف انا بقول لك ايه، واسال صحابك بتوع مراجعه ثالثه اعدادي السنه اللي فاتت، ولا سؤال باذن الله في جزء المسائل ده هتغلط فيه. ركز بقى معايا واديني مخك واديني تفكيرك. يلا بسم الله. قبل ما ابدا نشوف الاول، لا يا معلم انا مش عايز ده، انا مش عايز ارجع للسبوره، ايه الرخامه دي بقى؟ انا كده هتخنق. اديني القلم. عايزين الازرق ولا الاحمر؟ ازرق ولا احمر؟ انا بحب الازرق، يبقى نحل بالاحمر. طائره تتحرك بسرعه مقدارها 5000 كيلو متر للساعه. هو هنا طبعا السؤال ده بيقول لك ما المقصود بيه؟ هو عايز يقول لك يعني ايه ان الطياره دي بتمشي 5000 كيلو متر او 500 كيلو متر في الساعه. طب ما هو مش احنا اتفقنا ان السرعه تعريفها هي المسافه التي يقطعها الجسم خلال وحده الزمن؟ طب لما اقول لك ان هو بيمشي بسرعه 500 كيلو لكل ساعه، تقول لي اي ان المسافه، او تعالى نقولها بطريقه ثانيه، ليها كذا طريقه، هي لازم طبعا اعمل كده اهو، استنى اقول لك اي ان الطائره تقطع يعني تمشي مسافه قدرها قدرها 500 كيلو متر. هو اللي قال لك انها بتمشي 500 كيلو متر في وقت قد ايه يا مستر؟ قال لي في ساعه، خلال زمن قدره ساعه. يبقى لما اسالك ما المقصود بيه او ايه معنى ان طياره بتتحرك بسرعه مقدارها 500 كيلو في الساعه، تقول لي يعني الطياره دي بتمشي مسافه 500 كيلو متر خلال وقت ساعه بس. طب لما اقول لك ان سياره متحركه بتقطع مسافه مقدارها 100 متر في زمن قدره ثانيه، هي هنا دي عباره عن مساله بس جابها لك في طريقه بشياكه عن السرعه. طب هو مش ده تعريف السرعه؟ يبقى تقدر تقول له اي ان السياره بتتحرك بسرعه
هتسكت كده؟ هتقول لي هقول له 100 متر في ثانيتين؟ لا طبعا. هنا بقى يا صاحبي دي مساله. هو ايه الفرق ما بين اللي فوق واللي تحت؟ اللي فوق هو قال لك طائره بتتحرك بسرعه، هو اصلا قال لك ان دي سرعتها، فهو عايزك تفصص لي تعريف السرعه. انما هنا ما قالكش السرعه، قال لك هو مشي مسافه كذا في وقت كذا. يعني انا طالب منك تقول لي السرعه بتاعتها ايه. عارف تحس ان هو عكس، تحس ان المسالتين دول عكس بعض. والله ما بهزرش، فعلا هما السؤالين دول عكس بعض. وهنا قال لك السرعه وانت فصصتها للي تحت دي، انما هنا عكس، هو ما اداش السرعه بس اداك المسافه والزمن عشان انت تجيب له السرعه. طب ما تيجي نحلها يا صاحبي كمساله. مش احنا اتفقنا ان انا عندي في مثلث جميل اسمه المثلث بتاع السرعه؟ هتقول لي ايوه. بيقول لك ان عين اللي هي مين؟ عين اللي هي السرعه يا مستر بتساوي ايه؟ بتساوي ف اللي هي مين؟ ف اللي هي المسافه يا مستر، على زين اللي هي مين ياض؟ اللي هي الزمن يا مستر. طيب السرعه بتساوي المسافه على الزمن. طب ما هو عايز السرعه، بيديني المسافه بكام؟ ب 100 متر. يبقى المسافه اللي عندي والله يا مستر هي هتبقى عباره عن، انا عايز لون غير ده. لا انا لسه مجربك، طيب خلاص نغيرها بلحظه. المسافه اللي عندي هي 100 ايه؟ 100 متر. تخلي بالك من وحده المتر، احنا اتفقنا ان السرعه ليها حاجتين صح؟ يا اما متر لكل ثانيه، يا اما كيلو متر لكل ساعه. فتركز هو مغير في المساله في حاجه من دول ولا لا. ماشي. طب والزمن؟ قال لي خلال 2 ثانيه. طبعا على آلتك الجميله 100 على 2 فالعين هتساوي 100 على 2 يطلع الناتج معايا ب 50 متر لكل ثانيه. فتقول له اي ان السياره تتحرك بسرعه 50 متر لكل ثانيه. فهمت طريقه حل السؤال ده؟ هي مساله في نفس الوقت تعريف. يعني انت المفروض جاي ايه ده انا بحل اصلا تعريف ما معنى، بس طلعت في الاخر مساله ولازم تحسبها. طيب نخش على السؤال اللي بعده. نبدا بقى على المسائل الفعليه. بيقول لك قطع جسم متحرك. اول ما فصل يا نهار ابيض، لا الحمد لله شغال. كنت هلطم، كنت هنزل اموت نفسي كل اللي فات ده. يا نهار ابيض. قطع جسم متحرك نفس المسافه التي تحركها في نص الزمن. ماشي. تعالوا يلا نكتب القانون. هو مفيش واحده ده طلع في واحده هنا، يا لهوي. سبحان الله. انا قاعد من الصبح عمال بروح واجي وهي طلع في واحده هنا اصلا. قبل ما تحل مش عايز ابص، بيقول لي قطع مسافه في نص الزمن واستغرق ضعف الزمن لقطع نصف المسافه. طبعا ده دليل ان الباور ده مش مظبوط وانا هصوت. استنى كده. ماشي يا صاحبي. طب معلش هنبدا بدي قبل دي، هنبدا بالثانيه بدي قبل اللي فاتت عشان هو اصلا كده تبديل او ترتيب الملف فيه كده ايه مشكله كبيره. طيب تعالوا نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لك سياره تعمل بالطاقه الشمسيه بتقطع مسافه قدرها 100 متر في كام ثانيه؟ في 4 ثواني. اديني سرعه السياره. طيب يلا نكتب المثلث الجميل بتاعنا قبل ما نحل. العين بتساوي فيها على زين. اكتب اللي هو مديهولك. قال لي مسافه 100 متر، يبقى هو اداني الفه عندي بكام؟ اداني الفه ب 100 متر. في زمن كام ثانيه؟ 4 ثواني. اداني الزين ب4 ثواني. والله متر وثانيه تمام، يبقى العين هتطلع متر على ثانيه. الدنيا مظبوطه، وحدات القياس تمام، مفيش اي مشاكل. طيب يلا تعالوا نحل. هتقول له ان العين بتساوي ف على زين، يبقى العين هتساوي الف بكام؟ ب 100 على زين اللي هي كام؟ 4. طبعا انت على الاله يا بصماجي على الاله، مالكش دعوه بيا، انا هعرف احسبها بمخي. ف100 على 4 هتطلع الاجابه ب 25 ايه؟ 25 متر لكل ثانيه. السؤال اللي بعده. تتحرك سلحفة بمسافة 2 سنتيمتر لكل دقيقة لمدة 10 دقائق. ماشي. ما المسافة التي تقطعها السلحفة؟ نكتب القانون بتاعنا الأول. أنا القانون بتاعي بيقول لي إيه؟ أنا عارف إن هو مكتوب فوق، أنا هكتبه هنا تاني عشان أدربك على طريقة حل الأسئلة. معلش استحملني، أنا والله كل ده عشان أسسك وأعرفك إزاي تحل المسائل صح. طيب ادي المثلث الجميل بتاعنا اهو. شطور. يلا مليني انت بقى الحاجات اللي جواه. هتقول لي هنا عين يا مستر، وهنا ف، وهنا زي. طيب هو اداك، هو بيسأل على مين؟
ما المسافه. واداني السرعه ب 2 سم لكل دقيقه. ايه ده؟ انت ما قلتهاليش دي يا مستر، هي دي عليا؟ بص، هو انت ما عندكش وحده قياس سم لكل دقيقه دي، بس بما ان هو حلها فاحنا هنعمل بيها. يعني انت ما عليكش في المنهج سم لكل دقيقه، هي متر كل ثانيه وكيلومتر كل ساعه، بس ده هنا سؤال فزلوك، وانا هنا هعلمك ازاي تتصرف في المواقف اللي زي دي. هو اداك السرعه هنا بايه؟ مش انا اتفقت ازاي تفك وعلمتك اصلا هو اصلا وحده القياس دي جت منين؟ علمتك والله، لسه قايلها لك في الوايت بورد. هو هنا قال لك انها سنتي على دقيقه، يبقى انا لازم احلها ان يكون الزمن بالدقيقه والمسافه بالسنتي. الزمن بالكام؟ دقيقه، يبقى انت هتجيبه له المسافه، كل اللي ناقصك تجيب المسافه. تعالوا نشوفها على البتاع. اداني السرعه ب 2 سنتيمتر لكل دقيقه، واداني الزمن ب 10 دقائق. طيب انا في سؤال تاني كان ممكن اقول لك احول، بس هو هنا قال لك ان السرعه بسنتي لكل دقيقه، خلاص انا مش هحول، انا لقيت ان هو جايبها الزمن بالدقيقه، يبقى انا هجيب المسافه على طول. طب هو عايز مين؟ عايز المسافه، هي المسافه اللي مش معايا. خبي كده الفه بتساوي ايه؟ هتقول لي ع في ز، يبقى يلا نحل. المسافه بتساوي، الفه بتساوي، ماشي كمل، الفه بتساوي ع في ز، هتساوي العين بكام؟ ب2، الزين بكام؟ ب10، 2 في 10 يطلع الناتج ب20. وحدة القياس دي عليها نص الدرجة، هتقول له 20 ايه؟ اهو مغششها لك، 20 سنتيمتر، فتطلع الإجابة بتاعتي 20 سنتيمتر. السؤال اللي بعده، ما الزمن الذي تستغرقه سيارة بتتحرك بسرعة 28 متر كل ثانية عشان تقطع مسافة قدرها دي كام دي؟ 1008 متر. ماشي، ادي عندي المثلث، العين بتساوي ف على ز. طيب يا حبيب قلبي، العين اللي هي السرعة، هو عايز مين؟ ما الزمن الذي تستغرقه سيارة. اداني السرعة، يلا عوض في القانون، قال لك السرعة ب 28 لقطع مسافة قدرها 1008 متر، اداني المسافة ب 1008 متر. هو عايز مين؟ عايز الزين. خبي، الزين بتساوي ف على عين، يبقى انا عندي الزين هتساوي ف على عين، هتساوي ال 1008 على ال 28، اديله على آلة، والزمن اللي هيطلع عندي هيطلع بالثانية. السؤال اللي بعده بيقول لك قطع جسم متحرك نفس المسافة اللي اتحركها في نص الزمن. ركز معايا بقى، عشان دي طريقة حل واسلوب مسائل جديد خالص غير المسائل بقى اللي احنا عمالين نحل بيها، ممكن يجي في الامتحان عادي جدا. انا قلت لك مش هسيبك، هحللك كل الفنيات. طيب بسم الله، صل على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. تعالى نكتب القانون بتاعنا الجميل اللي هو بيقول لك، تعالى طب بقول لك ايه، ماشي لا خليها هنا. القانون بتاعنا بيقول لك ان العين بتساوي ف على ز، تمام، واتفقنا ان عين هي السرعه وف هو الزمن، ف هو المسافه وزين هو الزمن، تمام. عايز بس اقول لك حاجه كده في الرياضه بنقولها اسمها علاقه طرديه وعلاقه عكسيه. ايه الكلام الغريب اللي حضرتك بتقول ده يا مستر؟ يعني ايه علاقه طرديه وعلاقه عكسيه؟ هفهمك. عندنا في الرياضه علاقتين اسمهم الطرديه والعكسيه. الطرديه دي عامله زي الاتنين الصحاب بيحبوا بعض جدا، ماشيين مع بعض في كل حاجه، انت تزيد انا هزيد، انت تقل انا هقل، هتمشي يمين همشي يمين، هتمشي شمال همشي شمال. فالعلاقه الطرديه عامله زي الاتنين الصحاب اللي كتفهم في كتف بعض دايما مع بعض، بيحبوا بعض، بيعملوا كل حاجه مع بعض، بيزيدوا وبيقلوا، الدنيا زي الفل. طب تمام، امال العلاقه العكسيه دي يا مستر هي مين؟ قال لك من اسمها عكسيه، اتنين ما بيحبوش بعض خالص، عكس بعض في كل حاجه. والله لو انت هتزيد انا هقل، اقسم بالله ما انا رجلي معتبه رجلك. طب لو انت هتقل والله لازيد، مش همشي معاك ابدا. لو هتمشي يمين انا همشي شمال، هتمشي شمال انا همشي يمين، المهم ان انا مش هقابلك عشان علاقتنا علاقه عكسيه بنكره بعض. فانا عندي حاجه في الرياضه اسمها علاقه طرديه، والعلاقه الطرديه دي زي مين؟ زي الاتنين الصحاب. وعندي علاقه اسمها علاقه عكسيه. العلاقه العكسيه دي زي مين؟ قال لك زي الاعداء ما بيحبوش بعض. دول بيحبوا بعض، اعمل جنبهم قلب اهو، قلب احمر اهو بيحبوا بعض. انما دول قلب ايه؟ قلب مكسور، ما بيحبوش بعض خالص 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 خالص،
ما بيحبوش بعض ولا بيطيقوا ريحه بعض. يبقى انا عندي علاقه طرديه وعلاقه عكسيه. الطرديه عامله زي الاثنين الصحاب اللي بيحبوا بعض، اما العكسيه اثنين ما بيطيقوش بعض بيكرهوا بعض جدا. طب ايه علاقه اللي حضرتك بتقوله على اللي فوق؟ عايز بس اقول لك قانوننا بيقول ان العين بتساوي ف على زين. خدها يا ابني قاعده طول عمرك وما تنساهاش. دايما اللي فوق بيحب العين او بيحب اللي واقف بره. دايما اللي قاعد فوق في القسمه بيحب اللي واقف بره، ودايما اللي تحت بيكرهه ما بيحبوش. يبقى دايما اللي فوق ماله بيحبه، ودايما اللي تحت ماله ما بيحبوش. طب ليه ما بيحبوش؟ قالك ان العين والفه العلاقه ما بينهم علاقه طرديه، بيحبوا بعض. اللي في البسط دايما بيحب اللي بره، انما العين والزين العلاقه ما بينهم علاقه عكسيه، ما بيحبوش بعض. دايما اللي في المقام بيكره اللي قاعد بره، يبقى اللي قاعد فوق اللي في البسط بيحب اللي قاعد بره، فهم اصحاب، العلاقه طرديه. انما اللي قاعد تحت في المقام ما بيحبش اللي قاعد بره، بيكرهه، فالعلاقه ما بينهم علاقه عكسيه. يبقى لو سالك في الامتحان العين السرعه والمسافه العلاقه ما بينهم علاقه ايه؟ تقول له طرديه. طب السرعه والزمن العلاقه ما بينهم علاقه ايه؟ تقول له عكسيه. طب يا مستر بنعبر عليهم ازاي كشكل بياني؟ العلاقه الطرديه بيبقى شكلها يا اما كده اهو، يا اما شكلها عامل كده اهو. طب والعلاقه العكسيه يا اما شكلها عامل كده اهو، يا اما شكلها عامل كده. يا لهوي يا لهوي يا لهوي على القرف، يا لهوي يا لهوي. يا اما شكلها عامل كده اهو، يا اما بيكون شكلها عامل كده. يا لهوي تاني، وحشه خالص وحشه خالص. استنى معلش، مش عارف مش عايزه تيجي ليه. هوبا هوبا، ركز معايا يا ولا. العلاقه العكسيه بتبقى عامله كده اهو. دول مين يا صاحبي؟ دول العلاقه الطرديه. ودول مين يا صاحبي؟ دول العلاقه العكسيه. العلاقه العكسيه اظن انك مش هتغلط فيهم خالص. على الله اشوفك بتغلط في الفرق ما بين العلاقه الطرديه والعلاقه العكسيه. خلاص، جميل الكلام ده. طيب حضرتك شرحت لي الجزء ده ليه؟ عشان ده من ضمن فنيات اللي انا هبدا فيها. هنمسح بقى خلاص الكلام ده، بقى سجله سكرين لان انا هدوس اكس كل ده هيتشال. فكشكول حضرتك وسجل ورايا الكلام اللي انا بقوله ده. تين. طيب السؤال بيقول جسم متحرك ماله بقى؟ ماله الجسم ده؟ قال لك قطع نفس المسافه بس في نص الزمن. هو مديك ارقام؟ لا. طب دي مساله واو. طب هحلها ازاي؟ هقول لك، ركز معايا. هنكتب القانون بتاعنا عادي جدا 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 جدا. المثلث اللي بيقول لي ان الفه بتساوي سوري يا شباب، ايوه جدع ياض اللي قلت لي لا يا مستر ركز، مش الفه دي العين. القانون بتاعي اللي مسحت الحمد لله. القانون بتاعي اللي بيقول لي ان السرعه بتساوي المسافه على الزمن، يعني العين بتساوي الف على الزين. هو بيقول لي قطع جسم متحرك ايه نفس المسافه. طيب خلاص، يبقى بقول لك ان المسافه كده كده ما فيهاش اي مشاكل. اللي اتحركها في قد ايه؟ في نص الزمن. اتحركها في قد ايه؟ في نص الزمن. عايز بقى اعلمك حاجه في نوعيه المسائل اللي زي دي. لما تشوف كلمه نفس، ما يقول لك نفس المسافه، نفس السرعه، نفس الزمن، شيلها وحط مكانها كلمه او رقم واحد. تاني لما تلاقي في المسائل كلمه نفس السرعه، نفس الزمن، نفس الوحده، نفس الدقيقه، نفس ايا يكن، طالما قال لك نفس هتشيل الحاجه او وحده القياس اللي بيتكلم عليها وتحط مكانها رقم واحد. فهنا بيقول لك نفس مين؟ نفس المسافه، فانت هتشيل المسافه وتحط مكانها واحد. طيب جميل. يبقى انا هشيل المسافه هنا، تعال بس انهار اللون عشان خاطر ايه بتاعتي تبقى حلوه. يبقى هشيل المسافه واحط مكانها واحد. طيب جميل. التي تحركها في زمن قدره قد ايه؟ قال لك الزمن قدره النص. قال لي نص الزمن، ربع الزمن، تمن الزمن. هتشيل الزين وتحط مكانها اللي هو قاله لك. هو مش قال لك نص الزمن؟ يا مستر طب هو نص شكله عامل ازاي؟ نص يعني 1/2، صح؟
هروح انا شايل حرف الزين ده واحطها على الآلة 1/2. هتروح كاتب لي الرقم اللي قصادك ده كله على الآلة. فلما تكتب 1 اللي هو نفس المسافة شلت الف وحطيت مكانها 1، نص الزمن شلت الزين وحطيت مكانها نص، 1/2. هتكتب الكلام ده على الآلة فهيطلع لك الرقم ب2. لحد دلوقتي انت معايا وتمام؟ انا عملت ايه واحده واحده. هو بيقول لي قطع جسم متحرك، دي مساله قطع جسم متحرك نفس المسافه اللي تتحركها في نص الزمن. كتبت قانوني عادي جدا، العين بتساوي في حلزين وتمام ومفيش اي مشاكل. خلاص جميل، اتفقنا. لما تشوف كلمه نفس المسافه نفس السرعه نفس الزمن هتشيل كلمه نفس وتحط مكانها رقم 1. فهو بيقول لك نفس مين؟ نفس المسافه. يبقى انا هشيل الف اللي هي المسافه واحط مكانها رقم 1. طب جميل. التي تحركها في نص الزمن، قال لي الزمن اللي اتحركه قد ايه؟ نص. هو قالها لك خلاص ببق، يبقى هتشيل الزمن اللي هو عندي رمزه زين وتحط مكانه رقم نص وتكتب الرقم ده على الآلة، فهلاقي الناتج طلع 2. هو من الآخر عايز يعرف السرعة زادت ولا قلت، وتقول لي زادت قد ايه وقلت قد ايه. عشان كده بقول لك انها مسألة. مش الرقم اللي عندي طلع 2 في اللغة العربية دي تسمى الضعف. تاني، مش طلع 2 يبقى زاد للضعف، مش طلع 2 يبقى زاد للضعف. طب لو طلع 3 زاد 3 أمثاله. طب لو طلع 4 زاد 4 أمثاله. 5 5 أمثاله، ومعاك بقى لحد ما نروح. يبقى طالما طلع الرقم عندي رقم مش كسر ورقم عادي، 2 يبقى زاد للضعف. طب 3 زاد 3 أمثاله. طب 4 زاد 4 أمثاله. دي نوعية من المسائل وبتيجي في الامتحان، فلازم تبقى عارفها وبتتلخبط فيها وما بتعرفش هي بتتحل ازاي. العبد لله الطريقه اللي قالها لك هي اضمن واسلك طريقه والوحيده اللي باذن الله عز وجل والله مستحيل تغلط فيها، وانا حلفاني وعارف انا بقول لك ايه. فاحفظها وافهم الجزئيه دي تاني بالراحه في الفيديو، اعيدها واحده واحده، لان دي نوعيه من المسائل ممكن تجي لك ممكن ما تجيش، وتجينا المساله الجميله اللي احنا بنحل بيها عادي، بس في حاله انها جات لك لازم تكون جاهز لها. يبقى انا دلوقتي عندي مسافه وزمن، يبقى هو في الاخر اللي هيحصل هتقول له تزداد السرعه للضعف. واحد اداني فزدوكه يقول لي هو انا اصلا عرفت منين اللي هو بيسالني على السرعه يا مستر؟ انا عرفت منين؟ ما هو يا حبيبي اداك مسافه واداك زمن، يبقى اداك الف واداك الزين، يبقى مين اللي ناقصك في القانون؟ العين، يبقى هو عايز السرعه. فهمت؟ انا دايما بشوف ايه اللي مش كاتبه، هو ايه اللي مش موجود، يبقى اللي مش موجود ده هو اللي طالبه. انا واحد ما بعرفش اقرا، ما بعرفش افهم السؤال بيقول لي ايه، بس انا يا عم على قدي بحل بالراحه بصمجي. هو اداني كلمه مسافه، مديني الف واداني الزمن مديني الزين، يبقى انا ناقصني مين؟ العين. يبقى هو بيسال على السرعه اصلا، وطلع الناتج عندي 2، فتزداد السرعه للضعف. مثال تاني بيقول لك استغرق جسم متحرك ضعف الزمن عشان يقطع نص المسافه. هنا اللي في العالي شويه. تعالوا يلا نكتب القانون بتاعنا عادي، عادي جدا عادي جدا جدا. العم تساوي فيها على زين. هو اداني مين؟ قال لك جسم متحرك ضعف الزمن، يبقى هو اداني الذهن، يبقى انا معايا الزين. لقطع نص المسافه، يبقى هو اداني الف اداني المسافه، يبقى انا ناقصني مين؟ ناقصني العين، مش عارفها هي مين العين، يبقى انا عايز اعرف العين هيحصل لها ايه. يبقى هو عايز هنا السرعه، عايز السرعه دي هيحصل لها ايه؟ يا ترى يا مستر السرعه دي هيحصل لها ايه؟ طيب اتفقنا ان العين بتساوي ف على زين. ادي خب العين بتساوي ف على زين هتساوي الف. بيقول لي المسافه ايه؟ نص المسافه، نصف المسافه. يبقى انا هشيل الف واحط مكانها على الاله نص، ودي كسر. مش هو قال لي نص المسافه؟ هشيل الف واحط نص. طب كمل. استغرق جسم متحرك ضعف الزمن، ضعف. طالما قال لك ضعف يبقى تحط 2. طب لو قال لي 3 امثال احط 3، 10 امثال احط 10. هو هنا قال لي ان هو زاد للضعف، يبقى انا هشيل الزين واحط مكانها 2 على الآلة. نص على 2 يبقى هتطلع كام؟ نص على 2 على الآلة هيطلع الناتج ربع. ايه ده؟ ربع
ربع ده ما طلعش رقم، ده طلع كسر. هو كده معناها يا مستر السرعه هتزيد ولا تقل؟ خد القاعده دي في نوعيه المسائل اللي زي دي، لو طلع معايا رقم صحيح يبقى اللي هيحصل للسرعه انها هتزيد. طب لو طلع معايا كسر يبقى السرعه اللي عندي دي هتقل. يبقى تاني في نوعية المسائل اللي من النوع ده، لو طلع الناتج معايا رقم 1 2 3 ايا يكن، سوري 2 3 4 5 ايا يكن، اعرف ان الرقم ده او كده ساعتها هيزيد. طب لو طلع معايا ربع، نص، تمن، خمس، سدس، عشر، يبقى ساعتها ايه اللي هيحصل له؟ هيقل. طب انا دلوقتي طلع لي ربع، يبقى ايه اللي حصل للسرعة؟ قلت لإيه؟ للربع. فانا عندي السرعة هتقل للربع. نوعية مسائل موجودة عليك ولازم تحلها ولازم تكون عارفها ولازم تكون عارف فكرتها. جميلة، ما قلناش حاجة، رخمة شوية، تقيلة شوية علينا، بس يا حبيبي اللي انا قلت لك ده اعلى ليفل ممكن يجي لك في المسائل من نوع او جزئية السرعة. هي دي اعلى او ارخم حاجة اتوقعها ممكن تجي لك، ان هو يقول لك لو زادت للضعف وقلت للنص، لو زادت للنص لو قلت للنص وزادت اربع امثالها و الى اخره. خلاص انا فهمتك طريقتها وشربتها لك، وما تقلقش هنحل كتير 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 جدا. استكفي بالجزء ده لحد كده من الدرس الاول عشان ما اكونش طولت عليك ورخمت عليك. انا عارف هو درس كبير شويه، بس انا بالنسبه لي لحد دلوقتي انا مكتفي بالجزء ده. هنزل لك ان شاء الله جزء تاني من الدرس ده تذاكره على مهلك وتمزمج والدنيا زي الفل وتمخمخ فيه. كل اللي طالبه من حضرتك انك تسمع الفيديو كويس جدا 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 لحد ما باذن المولى ينزل لك الجزء الثاني من الفيديو ده. طيب المفاجآت بقى اللي انا كنت محضرها لك في اخر الفيديو هتبقى عباره عن ايه؟ اول مفاجاه انا قلتها في الاول، احنا بنحل اسئله من كتاب المدرسه وهي اللي انا بحلها معاك دلوقتي. تاني مفاجاه ان عند حضرتك باذن المولى عز وجل هننزل دايما 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 حل الاجزاء بتاعت حضرتك في الدروس من كتاب الامتحان. انا باذن المولى عز وجل هطلع احل لك كتاب الامتحان كله مجانا على اليوتيوب فور فري، مش عايز منك حاجه يا معلم. بس انا بعرف ان في ناس بتذاكر وساعات بتلاقي مشكله في الحل، فعشان انت ما يبقاش في اي حاجه رخمه عليك ولا تبقى في اي حاجه واقفه قصادك، انا باذن الله هحل لك كتاب الامتحان كله ببلاش على اليوتيوب. مش مخليك محتاج حاجه اهو، ومدلعك ومنغنغك، وهحل معاك مسائل وافكار لحد ما دماغك تنفجر. مفيش فكره ان شاء الله مش هسيبها، وهقول لك كل الافكار، وفي الاخر طبعا هقول لك ان شاء الله ايه هي الافكار الاكثر شيوعا اللي ممكن تيجي في الامتحان. يا رب يا حبايبي تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، هتوحشوني جدا جدا لحد بس ما ينزل الجزء الثاني من الدرس الاول. يا رب اشوفكم بخير يا رب وبصحه. قبل ما اقفل اوعى تنسى تعمل متابعه للفيديو، تعمل متابعه للقناه، تخش على اللينكات بتاعتنا جروبات التليجرام وجروبات الواتساب لازم تخش عليها. ان شاء الله هينزل لك امتحان جزئي على الجزء ده او الجزء اللي انا شرحته من الدرس، هتلاقيه تحت في الوصف طبعا، في جوائز وحاجات حلوه. فخش امتحن واعمل كده يلا بضمير كده ووريني ذاكرت اللي انت ذاكرته. وان شاء الله يا حبايبي اشوفكم بخير واشوفكم على خير. هتوحشوني يا روح قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.